شوف والله العظيم أنا راجع بعد مباراة مصر وإيران، وكان في مخيلتي إن أنا مش هصور، وكان في مخيلتي إن أنا مش هتكلم، وكان في مخيلتي أشياء كتير. ولكن هذا التعادل وإنه مصر تصعد لدور ال 32 وإنه حاجات كتير جدا متشعبة وأحاسيس مختلطة داخلة في بعضها خلاني ان انا لا ارجع واتكلم. ويعني انا مش نايم غير ساعة زمن واحدة. يوم الجمعة احنا خلاص دخلنا في السبت، ويمكن يبان على وشي التعب والارهاق وعدم النوم وي 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 واعتقد ان ناس كتيرة كمان مننا كده. بس حقيقي 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 كان يجب ان الواحد كان يتوقف عند ما فعله المنتخب المصري وصعوده رسميا لدور ال 32 في كأس العالم 2026 بعد مباراة ملحمية ومباراة قوية ومباراة صعبة جدا 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 أمام المنتخب الإيراني المحترم والقوي والعنيد والعميد حسام حسن الناحية التانية. ندخل في صلب الموضوع على طول. تقول لي عم عمر انت مبسوط وسعيد بالروليت والكراسي الموسيقية اللي حصلت ان انت كان ممكن تتصدر المجموعة وتطلع اول، وفي نهاية القصة بقيت التاني بفرق الاهداف لبلجيكا، لان بلجيكا كسبت نيوزيلندا 5-1. فانت بعد ما كنت بتتصدر وي 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 دلوقتي انت طالع تاني، انت مبسوط راضي مرضي؟ الاداء عجبك؟ النتيجة عجباك؟ الشكل العام كله مرضي ليك بالنسبة لك؟ اقول لك انه النتيجة العامة والشكل النهائي والمحصلة النهائية هو ان المنتخب المصري صعد، ودي كانت بالنسبة لنا هي اهم نقطة في كأس العالم ده. لان احنا كنا بنتكلم وكنا بنتناقش بنقول انه المنتخب الوطني المصري المشارك في كأس العالم تعتبر مجموعته هي الاسهل بالنسبة للعرب، وبالتالي ما ينفعش ان المنتخب المصري ما يصعدش من هذه المجموعة. طيب حققنا الهدف، حققنا الهدف، نقطة ومن اول السطر. طيب اصعد بقى اول، اصعد تاني، اصعد تالت، انا ما كانش فارق معايا. ما كانش فارق معايا ليه؟ لان انت لو كنت جيت قبل كاس العالم ما يبدأ وكنت بتسأل وعندك الرفاهية في هذا السؤال انك تقول انا عايز اصعد اول ولا اصعد تاني ولا اصعد تالت، كنت هتقول ايه؟ يا عم اصعد وخلاص، اصعد وخلاص، اصعد بقى اول، اصعد تاني، اصعد تالت، مش فارقة، مش هتفرق. ولكن المنتخب المصري بقيادة العميد حسام حسن، المدير الفني الوطني المحترم اللي من أول يوم أنا كنت مقتنع بيه وشايف إنه وجوده مهم وشايف إنه هو يقدر يعمل حاجة. وفي الآخر التاريخ في الكرة المصرية مع المصريين، مع كابتن محمود الجوهري وكابتن حسن شحاتة وحسام حسن. عارف ان كروش وصل بينا فاينل كاس افريقيا، كوبر وصل بينا كاس العالم، بس دايما انتصاراتنا مع المديرين الفنيين المحليين. هل ده معناه ان الكابتن حسام حسن مش هتيجي عليه اوقات او لقطات او ماتشات يغلط، يختار حاجة غلط لا، عادي هتحصل وما فيهاش مشكلة، عادي عادي. ولكن النتيجة النهائية بتبقى ايه؟ بتبقى باشا انت واخد الفول مارك. النهاردة منتخب مصر صاعد من مجموعته بتعادلين وفوز، منتخب مصر ما خسرش. هتيجي تقول الناحية التانية طب ما هي بلجيكا كمان ما خسرتش، هتيجي الناحية التانية تقول لي طب ما هي ايران معاها 3 تعادلات. اقول لك باشا انا كسبان ومتعادل ماتشين، وده ما كانش في احلامنا، علشان انا عارف النغمة او الاحساس اللي موجود دلوقتي. يا عم ليه ما كنا تصدرنا المجموعة وكنا رحنا وكنا عملنا وأصل وفصل وكانت حلوة والتاريخ والدين والدنيا والكلام الحلو ده كله معاك. بس احنا ما كانش ده في حسباننا أصلا. فما تخليش اللحظة اللي حاصلة تنسينا أصلا احنا كنا جايين منين وكانت طموحاتنا ايه وكانت املنا ايه. ده رقم واحد. رقم 2، مباراة النهاردة كانت مباراة هي صعبة، ومن بداية كأس العالم من ساعة ما شفت مباراة نيوزيلندا وإيران وأنا عارف أن المباراة دي هي الأصعب في المجموعة.
مش مباراة بلجيكا ولا مباراة نيوزيلندا، مباراة إيران هي الأصعب في المجموعة. منتخب قوي جدا، منتخب عنيد جدا، منتخب بدنيا عالي جدا والتحاماته شديدة جدا، منتخب عرضياته سم زي ما انت شايف، منتخب بيكاتف وبيضرب وبيعمل مشاكل وبيعمل إزعاج. ده كان حاصل النهاردة من المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني أنا شفت منه نسختين، نسخة في الشوط الأول بتضغط وبتضرب وبتعمل، نسخة في الشوط الثاني هي مسلمة لك الكورة. ولكن تعال عند آخر 10 دقايق كان المصريين كلهم حاطين إيديهم على قلبهم. أنا واحد النهاردة لما دخل الجون من إيران في الأمطار الأخيرة وفي الأوقات الأخيرة، أنا قعدت كده وكنا بنتفرج على الماتش في السينما. انا تساءلت قلت يعني بعد ما كنت متصدر وهقول خلاص امين على المركز الثاني بقيت افضل توالت، ده ايه الفقر ده ايه النحس ده؟ ولكن يعني ربك بيسترها والفار بينقذك وده ستر ربنا طبعا. في البدايه ان الجون في الاول وفي الاخر اتلغى، وهو تسلل صحيح ومظبوط تماما. بس انا ليه ادخل في حسبة البرمة دي؟ انا النهارده عارف ان المنتخب ما كانش في افضل حالاته، ولكن حط في حسبانك عامل الانهاك البدني وعامل التعب وعامل الاصابات وعامل. مش بدافع علشان ممكن في ناس كتيرة تقول لك ايه ده انت بتدافع واحنا كان شكلنا وحش واحنا كنا المفروض. يا جماعة تاني، كل ما سقف طموحاتك يعلى افتكر انت جاي منين، اهدى كده عشان الادرينالين بيعلى خلاص. وبنيجي نقول ايه اوعى ولا واحنا يا جماعة نهدى. احنا جايين بنقول يا رب نصعد، جايين من بعيد بنقول يا رب نصعد. النهارده المنتخب ايه المكاسب وايه الخسائر؟ المكاسب النهارده انت بتثبت رجل، توصل رسائل، بتاكد انك موجود. من المكاسب اللي موجوده النهارده انه كابتن حسام حسن عنده الامكانيه ان هو بيروتيت، هنيجي فيها في الخسائر لان دي هتلمس في الخسائر شويه. ولكن عندنا الاريحيه ان النهارده ريح عمر مرموش، نزله الشوط الثاني، كان في فاعليه شويه من عمر مرموش، مش بالشكل اللي انت منتظر منه، بس هو نازل عامل ازعاج. النهارده حمزه عبد الكريم ولد قوي جدا وانا مش مستني منه اكتر من كده، تمام، مستني منه ان هي تظبط بس معاه مره ويجيب جون. نفسي حمزه عبد الكريم يجيب جون قبل ما كاس العالم ينتهي، ونفسي في مباراه استراليا اللي جايه. ففي حقيقه الامر في مكاسب كتيره جدا نفسيه ونتائجيه وكل شيء في ارض الملعب، كلها انا شايف الموضوع مكاسب. تعال للخسائر. الخسائر انا بالنسبه لي هي الخسائر في حته الاصابات. النهارده انا عندي حمدي فتحي مصاب، حسام عبد المجيد مصاب، محمد عبد المنعم النهارده شارك، ودي كانت بالنسبه لي علامه استفهام، هو ليه محمد عبد المنعم مشارك؟ معنى اذن ان هو مشارك يعني معناها ان هو فت، ومعنى ان هو فت اذن قرار كابتن حسام حسن كان سليم. لما تسبب في ركله الجزاء وبعديها خرج متاثرا بالاصابه، اذن يا كابتن حسام هو ما كانش سليم وما كانش فت بنسبة 100%. فليه كانت المجازفة فيه من الأول؟ لأن أنا النهاردة نزلت ياسر إبراهيم وجنب رامي ربيعة، عملوا مباراة ملحمية كانت قوية جدا، ولكن أنا النهاردة ما عنديش مدافعين تاني. النهاردة فتوح اتصاب في آخر الماتش، أجبرني إن أنا أكمل ناقص لعيبة. طيب عارف ان انا معايا كريم حافظ، تمام، الله اعلم فتوح هيلعب الماتش اللي جاي ولا لا، كده كده الماتش يوم الجمعه اللي جايه، فلسه معانا وقت. هنفقد خدمات مهند لاشين بسبب الانذار الثاني. معرفش اصابه محمد صلاح ووضعها ايه، لانه كان في علامه استفهام، هو ليه صلاح بيخرج في الدقيقه حاجه و50؟ صلاح كان بيخرج في الدقيقه حاجه و70 حاجه و80، ليه دي حاجه و50؟ والناس حطت ايديها على قلبها وما كانش حد فاهم. ولكن لما تعيد اللقطة تاني، لان دي كانت خناقة كبيرة جدا بعد المباراة ما بيني وبين صديقي محمد ريحان واحمد نبيل وسلمى مشهور وكل الناس اللي كانت موجودة، انه هو صلاح اتغير ليه الكابتن حسام غيره بدري؟ الوحيد للأمانة عشان اديله الكريدت كامل واديله حقه محمد ريحان قال صلاح طلب التغيير، وكلنا في نفس واحد كنا معترضين وشايفين ان الكلام ده مش صح. ولكن لما دخلنا على
ابلكيشن من الابلكيشنز اللي بتذيع الماتشات، وعدنا اللقطه مره تانية. صلاح فعلا جاي في كادر بعيد جدا، الكاميرا الوايد العاديه الكبيره، وهو جاي بيعمل لكابتن حسام حسن كده، بيعمل للجهاز الفني بره كده. هي اتعملت كده بسيطه جدا، ما تتشافش فعلا، ولكن هو عمل كده انه عايز يتغير. انا لا اتوقع خالص اي سيناريوهات انه صلاح بيتغير، اصله عايز يخرج، اصله مش عايز يكمل، اصل الكلام ده عار تماما من الصحة، وكلام مش مظبوط. صلاح عنده اصابة، صلاح ممكن تكون حصل له شد فعايز يلحق الموضوع، لان احنا لسه هنصعد وهنلعب استراليا، ومباراة ان شاء الله تبقى في المتناول ونقدر نعمل حاجة فيها، فعايز لسه يكمل. خسرنا صلاح في الشوط الثاني، ولكن الحمد لله ان هي مشيت معانا. عندنا الخسائر بس بالنسبه لنا هي من ناحيه الاصابات، ان ناحيه هو مين النهارده هيلعب مكان مهند لاشين، طب هل حمدي فتحي هيبقى جاهز ولا لا، طب فتوح وضعه ايه، طب صلاح هيبقى معانا ولا لا. هي دي بس الخسائر الوحيده، ولكن في ظل خسائرك دي انت النهارده خارج فايز. هتيجي تقول لي فايز بيه يا عم عمر، انت خارج متعادل. يا باشا انا صعدت، هرجع واقول لك انا صعدت. انا كعمر ما كانش فارق معايا خالص اصعد اول من تاني من تالت، كان فيها سنه ان انا ايدج كده وحته اللي انا باشا انا صاعد الدور اللي جاي وانا متصدر المجموعه. ولكن انا كنت واحد مش احب ادخل في حسبه بيرما واقعد لا اصل انا هقابل كوريا، لا اصل انا احتمال اقابل السنغال، لا اصل ممكن الاكوادور، لا مش عارف ايه، وعارف ان في صوت هيقول ما هي برضو استراليا الناحيه التانيه مش سهله. بص انا مؤمن بجزئيه، ويمكن وانا كنت رايح السينما عشان اتفرج على الماتش كنت مشغل الراديو، فكانوا بيتكلموا على ان كابتن حسام حسن قال للعيبه انه يا جماعه انا مفيش حاجه اسمها اصل انا مش عايز اصعد اول او تاني او تالت عشان ما قابلش منتخب بعينه، عشان ما قابلش المنتخب ده، اصل ما قابلش المنتخب ده عندي معاه عقده، اصله. حتى سالوا المراسل اللي كانوا بيكلموه قالوا له هو خاص بالذكر منتخب السنغال، قال لهم كان بيتكلم ان جنرال، ما كانش بيتكلم على منتخب السنغال ولا كوريا ولا الاكوادور ولا استراليا ولا سويسرا ولا. كان راجل كان كلامه واضح، وكان كلامه انه يا جماعه اي مكان وضعنا متصدرين مركز تاني مركز الشكل العام ماشي ازاي، الفرقه اللي هنقع معاها هنذاكرها ونجتهدها ونعرف احنا هنعمل معاها ايه ونحفظها كويس وندرس نقاط القوه ونقاط الضعف ونعرف نتعامل معاها ازاي. ده يا جماعه هو ده شخصيه المدير الفني اللي لازم تكون موجوده لمنتخب مصر. عارف ان احنا لينا ليميت، وعارف ان هي ليها اخر، والاخر ممكن يبقى الماتش اللي جاي، الاخر ممكن يكون الماتش اللي جاي، ممكن يبقى بعده قدام الارجنتين، ليها اخر وليها ليميت وليها سقف، وانا وصلت ليه وانا مرضي. يعني انا جيت خرجت من استراليا انا تمام، انا يا جماعه وصلت دور ال 32، اول مره اصعد في دور المجموعات في كاس العالم. النهارده بقيت بسجل عادي في كاس العالم، ما بقاش عندي عقده من الاهداف ان هي تتسجل. النهارده محمود صابر بيلعب بيجيب لك هدف من اسرع هدف في تاريخ مصر في كاس العالم في الدقيقه الخامسة، كان قبليها امام عاشور قدام بلجيكا كانت في الدقيقه 20. فانت النهارده معاك منتخب بيكسب اول فوز ليه في كاس العالم. فيا جماعه اللي حصل ده نجاح. النهارده برضو علشان نختم النقاش ونحط كده النقط على الحروف، كابتن حسام حسن والجهاز الإداري والفني بالكامل تطور قوي جدا وملحوظ من كاس أفريقيا إلى كاس العالم. ال6 شهور دول الناس دي يا جماعة اشتغلت على نفسها، الناس دي اشتغلت كويس. في اخطاء، ممكن يبقى في اخطاء بشر في الاول وفي الاخر. يعني انا مثلا من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش في ماتش ايران ان ليه امام عاشور خرج ما بين الشوطين، ليه ما كملش. بس ممكن يبقى عامل بدني، ممكن ان احنا يا باشا طب ما انا خلاص حاسم الصعود، طب ما يلا نريح اللعيبه. وبعدين يا باشا ما هو انا عندي قايمه. من ضمن الحاجات مثلا ما عجبتنيش النهارده، ودي اللي كنا بنتوقف عندها وتساءلنا ساعه لما القايمه اتعملت، انه يا جماعه
ليه 4 حراس مرمى. انا النهارده اتحطيت بقى في الخندق ده، ان انا ال4 حراس مرمى دول انا لو كنت خدت 3 كان ممكن ادخل مدافع كمان، ولكن محدش بيتعلم ببلاش. انا عندي النهارده اداره فنيه ومدير فني تطور بشكل كبير جدا. احنا يا جماعه بنلعب كوره، احنا بنعمل جمل، احنا لينا شكل. منتخب مصر يا جماعه كان جاي من بعيد، احنا لينا شكل. الكوره الفاول اللي اتلعب في الشوط الثاني، مش فاكر زيزو لعبها لمين، لعبها عرضيه لمهند لاشين، دي جمله. مهند لاشين لحقها وراح لعبها لجوه، كان ياسر ابراهيم لو كان سبق خطوه كان حطها كانت جون. النهارده تريزيجيه انت مبسوط باللي هو بيعمله. النهارده بتشوف انه محمد صلاح في التوظيف الجديد بتاعه ده 10/10. ده يا جماعه تطور، وده شغل، وده اجتهاد، يجب ان انت تديله حقه كامل مكمل. عشان كده انا مبسوط بالاداره الفنيه ومبسوط بكابتن حسام حسن وبحبه جدا جدا. النهارده الراجل بتتفرج عليه على الخط في قمه انفعاله، الراجل مخلص اخلاص شديد لمنتخب مصر. عشان كده ربنا بيكرمه. ما هو ربنا هيكرمك امتى؟ لما تجتهد، ولما تعمل اللي عليك، ولما ترضي ضميرك. ربنا هيديك. لكل مجتهد نصيب، معروفة، والناس دي بتجتهد، واللعيبة بتجتهد. فواضح ان فعلا المنتخب مطول شوية زي ما اتقال في احد الحملات الاعلانية. على العموم مبروك لكل الجماهير المصرية، مبروك لجمهور منتخب مصر، ومبروك لينا، ومبروك للعميد، ومبروك للعيبة رجالة. بصراحة انا مش منتظر اكتر من كده، انا مرضي. نفسي بس انه يفوق سقف توقعاتنا ونعدي من استراليا ونكسبها. هكون شاكر جدا وممتن وفي قمة سعادتي. وساعتها بقى لو خرجنا من الارجنتين يا باشا مرضية ومقضية، في اسمك في الاول وفي الاخر انت خرجت من بطل العالم. نفسي نعدي استراليا باذن الله باذن الله باذن الله، نكون على قدر الحدث، نفرح وننبسط دلوقتي. وانا عارف ان كابتن حسام هيفرح النهارده، يتبسطوا بكره، ولكن من بعديها هيبدا وقت العمل الجاد جدا والمهم جدا لمواجهه استراليا. سعدت بكم في هذه الحلقه السريعه جدا. اعذروني على الاجهاد، اعذروني على التعب. كاس العالم فاشخ الدنيا، ولكن بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى دائما وابدا انتوا الاساس في كل شيء. اذن هي تحياتي عمر خالد، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.